بس بالله عليك ياما، طالب منك طلب. يا حبيبي. ما تجيبيش سيره لاختي ان انا ذبحت. ليه يا حبيبي لما تعرف ان اخوها ذبح؟ اسمعيني بس، ادعي لك. قولي لها بس اخوك اشترالك. نضفت المنبار. بقول لك ايه يا سعاد، حشت كيس لخالتك ابقى اديهولها. والله يا ماما هو احمد مظبط الشنط وعارف هيدي ايه، بس هو شايلها زي كل سنه. يا حبيبتي كل سنه وانتي طيب. احمد صباح الخير يا ام. صباح النور يا سعاد. تعبت انت يا عيني. ليه حطيت دماغك ما حسيتش بالدنيا؟ حسيتش بقى. طيب يا حبيبي وانت طيبه يا حبيبه قلبي. بس السنه دي مختلفه. كل سنه كان بيذبح في المدخل تحت وكان بيبهدل الدنيا، المره دي ذبح عند الجزار. عارفه فرحة يا حبيبتي. مفيش تعب كمان كده. فرحه. بنبهدل الدنيا يا اما ومنظره على الفاضي. فلان ذبح وفلان عمل وبتاع، انا مش عايز منظره، انا اللي بعمله بيني وبين ربنا ونعم بالله يا بس. فانا ذبحت عند الجزار وخليته كيس لي كل شنطه زي ما انا عايز، وتطلع الحاجه كده من بره كده على اصحابها. كيست بتوع اختك وكمان الحاجات ما بتبقاش منظوره بالظبط. وخالتك يا طبعا ياما حلوة كده. كيست طبعا لخالتي ولاختي، ده كلام برضو ياما. والفشه والكرشه احمد قال لي اديها برضو لامي تتصرف فيها، تديها اللي هي عايزه تديها لي. بس بالله عليك ياما، طالب منك طلب. يا حبيبي. ما تجيبيش سيره لاختي ان انا ذبحت. ليه يا حبيبي لما تعرف ان اخوها ذبح؟ اسمعيني بس، ادعي لك. قولي لها بس اخوك اشترالك. السنه اللي فاتت انت ناسيه ياما؟ السنه اللي فاتت تسلم يا اخويا، مفيش بقى كيس لحماتي وكيس فضحتنا في الشارع كله ده. الشارع كله كان عارف ان احنا ذبحنا، مع ان احنا ذبحنا في المدخل كان مقفول ومحدش كان شافنا ولا وبناخد عين على الفاضي ياما، ذبحنا ولا عملنا، واحنا بنعمل الحاجه مش مستنيين ان احنا نتباهى قدام الناس، احنا بنعمل الحاجات دي لله. اختك بتحب الفشخره بصراحه. بالظبط. ده انا نفسي ما بتفشخرش بالحاجات. فانا برضو عملت حسابها برضو زي كل سنه، بس الفرق ان انت بدل ما تقول اخوك ذبح قولي لا اخوك اشترالك. ماشي ياما؟ ادي لها كده اللحمه واقول لها اخوك اشترى. كمان بتحطوه في مواقف وحشه، ساعات تيجي تقول له وجارتي ومش جارتي وبتاع، والكاس بتبقى انت عارفه مين اللي بياخدها. والله ياما بعد كده بتعب وبمرض وانا وعيالي وانت شفتي. ايوه واللحمه بتاعتكم فرقتوها، اتحركتي يا حبيبي. محدش بيسيب حد في حاله ياما، ما انت عارف. فرقيق نريح دماغنا، نريح دماغنا. خلاص ماشي يا حبيبي، هقول لها ان انت شاريها. يلا. بقول لك يا سعاد، في كيسين سود انا كنت رابطهم مع بعض كده مع بعضهم، مش معلمهم عشان دول بتوع جماعه كده ايه. طيب اجيبهم لك. الله يصلح حالهم كده. وام احمد اللي فوقينا عملت حسابها؟ خدت ياما على طول الحمد لله. والبواب لحد وده كلام ياما، ودي حاجه تفوتني برضو. دي حاجه تفوتني. الحمد لله الحمد لله. ده ولا حاجه تانية؟ لا كان معاها شنطه تانية. طيب كان معاها شنطه تانية، هاخدهم انا ياما وانزل كده هديهم للراجل ده. ماشي. طيب ناس غلابه كده ربنا يكبر بخير. الله يخليك ياما. وانت طيبه يا ست الكل. عينا وعليك يا رب بالخير، دعواتك ياما. يصلح حالك يا ابني واجعلك دايما كده سباق للخير، واجبر بخاطرك زي ما انت بتجبر بخاطر كل انسان غلبان، وييسر لك امورك. صحيح عنده حق، الواحد كده ايه يذبح في الخفا ويفرق في الخفا، ده العين فلقت الحجر. بتهزري؟ ما ذبحش ليه بقى ان شاء الله؟ افطار فجأة؟ ماشي اللي تشوفيه. ماشي هجيلك بكرة. حطيه في الفريزر، هيجراله ايه يعني؟ سلام يا ماما. سلام. بتكلمي مين؟ امي. تخيل بتقولي ان احمد اخويا ما ذبحش، معرفش ايه اللي حصل، افطار فجأة ولا ايه؟ اخوكي ما ذبحش؟ ده بيشتغلوكي. اشتغلوني ليه ان شاء الله؟ امي هتكذب عليا ليه؟ انا لسه مقابل محمد صاحبي وانا جاي دلوقتي، قال لي هو بيذبح امبارح عند الجزار قبل احمد اخوكي، وكانوا بيذبحوا مع بعض. بيذبحوا وما قاليش ليه ان شاء الله؟ وامي هتكذب ليه؟ الله اعلم بقى، يمكن خايفين نحسدهم. نحسدهم؟ نعمل او البس واروح لها دلوقتي. خليك انا هفتح. مين اللي بخبط الخبط ده؟ اهلا يا سعاد. امي فين؟ ايه ده؟ في ايه؟ اهلا يا نهله يا بنتي. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ هو انت ايه يا ماما؟ احمد لو قال لك ارمي نفسك في البحر هتنطي وانت مغمضه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هي خلينا ارمي نفسي في البحر ليه يعني؟ ليه يعني؟ احنا في ايام عيد يا نهله، وحدي الله كده قولي في ايه؟ حول ولا قوه الا بالله. انت ما قلتليش ليه ان احمد ذبح يا ماما؟ انت بتكدبي عليا. احنا في ايام عيد وايام مفترج. عيب يا نهله، عيب يا نهله لما تقولي لامك انت بتكدبي، عيب. وبعدين امك ملهاش ذنب وملهاش دعوه، انا اللي طلبت منها كده.
وطلبت منها ليه يا اخويا؟ انا حر يا نهله. لك ولا ابص لك في ملك يا ست. وربنا يزيدك يا اخويا. يا ست انا ما قلتلكيش انت ويدينا يا سيدي هتحسديني. عشان إيه؟ استغفر ما الله تقولش إن العظيم إحنا يا رب. بنبص لك. ربنا يزيدك من نعيمه يا رب كمان وكمان. انا مش هكره لك الخير، وبعدين انت فيكي داء وحش انا ما بحبهوش، عشان كده قلت لامك تقول لك ان انا ما ذبحتش. فيكي داء بتحبي تسيحي. اخويا ذبح واخويا عمل، وفي الاخر ده بيقود عليا وعلى مراته وعلى عيالي بالمرض. ايوه يا بنتي. يا ستي احنا بنحب نذبح في الديره ونطلع الحاجه في الديره، لكن انا حاسس ان انا بذبح كل سنه ليك انت واهل جوزك. مش معقوله كده. انا عايزه لاخت جوزي وعايزه لحماتي وعايزه مش عارفه لمين، وان انت عارفه بتيجي تاخد الشنطه كلها. الله، مش برفع راسي باخويا، اعمل ايه يعني؟ ما انا ابويا ميت وماليش حد، ولا انا عشان ماليش حد يعني يا بتعملوا بنتي فيا؟ يا حبيبتي، هو اخوكي قصر معاكي؟ هو مقصر معاكي؟ ما هو بيجيلك وبيزورك والغالي كله بيجيبهولك، وكل سنه برضو في العيد ما بينساش اللحمه وبيجيب لك نايبك وزياده. وبعدين احنا ما كدبناش عليكي وقلنا لك ما ذبحناش ومفيش، احنا بعتنا لك برضو لبيتك برضو. لا قلت لي ما ذبحناش وخليت جوزي يقول لي طب ودي اخوكي بيكتب عليك وبيخبي عليكي. هو ماله بقى؟ عليكي. هو ماله؟ هو ماله؟ انا ذبحت ولا ما ومال ذبحتش؟ كل واحد حر يا بنتي. انا حر. انت بتقعدي تسيحي لاهل جوزك والجيران كلهم اخويا ذبح. يا نهله انا كلنا في ناس ما بنتكافئ. اديتهمش، كسفتينا قدامهم واضطريت يا نهله ان انا اشتري لحمه واديهم. انا غلطانه يا اخويا ان انا بتباهى بيك. ماشي ماشي يا تتباهي اخويا، بيا انا مش في عايزه ايه؟ منك حاجه. الحاجه دي بتحب تطلع في الديره، الحاجه دي بتحب تطلع يا في بنتي الديره. افهم احنا مش عليكي عايزين لو نتباهى ولا نقول بتخافي للناس احنا عليه. ذبحنا وعملنا. العين فلقت الحجر يا حبيبة قلبي. شفت السنة اللي فاتت حالتهم كانت حالة، ولا كلوا لحمة ولا كلوا حاجة، وكلوا نايمين كلهم. ويا ريت ياما بتاخد الحاجه لبيتها، دي بتاخد لنفسها كيس والباقي تقعد تفرقه لاهل جوزها. طب انا ذنبي ايه؟ هم ظروفهم كويسه وما بيذبحوش، بس انا ماليش دعوه. اصلا للكلام ده كله يعني هم اهل جوزك ظروفهم كويسين وما بيذبحوش، بس دي حاجه ما تخصنيش بقى. هم اللي بيقولوا لي احنا عايزين من اللحمه بتاعت اخوكي، انا اعمل ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا انا مش بالله. عايزه منك حاجه يا اخويا، لا دلوقتي ولا بعدين ولا قدام، ويحرم عليا لقمه ولا جنيه ولا اي حاجه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اصلا شايل لكم العيديه بتاعت هي دي كل سنه وانت طيبه ياما. إيه ده؟ أختك صعب، أعمل إيه؟ طول عمرها كده. نهله مزوداها قوي على فكره. انت عارفه قصدي ياما هي بتروح تسيح لاهل جوزها كلهم اخويا ذبح، وبعد كده بنمرض وبنتعب. عارف أختك دي طالعة لمين؟ لعمتك. كانت بتجيني كده وكانت أصعب من كده. يا أخويا شاربة منها. طب هي عملتها زعلة دلوقتي ياما، نعمل ايه بقى دلوقتي واحنا في ايام مفترجه دلوقتي وفي عيد، بدل ما تيجي تعايد علينا ونعايد عليها معلش روح تعملها لها. زعلة. أول يوم العيد يا خد حبيبي لها كيس لحمه قلبك تانية، وهي أبيض. اول ما تشوف كيس اللحمه هتسكت. تاني يا خدت اولاني عشان تاخد تاني، ما خدتش حاجه اهو. معلش كنت معلش. مسكت فيها انت ياما. لا سيبها بس كده هتصفى وانا هكلمها، ما تقلقش. ماشي ياما. ربنا يهديها. يا رب يا رب.